المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. مناسبة عيد القطاس نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد القطاس المجيد بحفاوة كبيرة. ديرية ميمنة تشهد تخرج الشباب المتدربين على الرقص. الرياضيون الإريتريون يتألقون في ماراثون مومباي. مصر العشرات في انفجار صهريج وقود بنيجيريا. إيران تكشف عن قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض قادرة على ضرب أمريكا. وقوات سويدية تنتشر لأول مرة ضمن قوات الناتو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال بعيد القطاس المجيد في 19 من يناير بحضور المطارنة والأساقفة ومسؤولي أبرشية أسمر والعلماء وإدارات الرعية، وكذلك ممثلي الكنائس، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وآلاف المسيحيين. وفي الحفل الذي جرى في العاصمة أسمر في بحر الغطاس بالفاتح من سبتمبر، أقيمت صلاة الافتتاح بقيادة بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية في إريتريا صاحب القداسة أبونا بطرس ورؤساء الأساقفة. وإضافة إلى ذلك تم مدائح مريم العذراء والصلوات الليتروجية والعهدية وصلاة الإنجيل. بعد ذلك ألقى مسؤول التبشير في مكتب البطريرك القس سمعان بياني محاضرة حول عيد القطاس وأهميته الروحية ورسالته الأخلاقية، وقال: المجد والحمد لشهدائنا الأبرار الذين جعلوا من احتفالاتنا بأعيادنا الدينية والوطنية فرحا وسرورا وسعادة، موجها النصح والإرشاد للاحتفال بعيد القطاس بأعمال صالحة واحترام بعضنا البعض ومساعدة الفقراء ومواساة الحزناء. وعندما وصلت التوابيت القادمة من مختلف المقدسات إلى بحر الغطاس وأماكنها المحددة، قام المعلمون بإعدادها بشكل مشترك، فيما قام طلاب مدرسة الأحد بأداء عرض يعكس عظمة العيد. وبعد أداء الصلاة ونصائح الآباء الطوباويين وبركاتهم، تمت مباركة جرن القطاس من 4 جهات. وبعد أن سكبت بركة الماء، عادت التوابيت إلى أماكنها المخصصة لها كما جاءت مصحوبة بكرامة. هذا وقد بث الحفل على الهواء مباشرة على الفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية، واستمر 3 ساعات. تخرج يوم 17 من يناير 69 شابا، بينهم 38 شابة شاركوا في تدريب الرقص الذي نظمه قسم الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي في مديرية ميمنة منذ 19 ديسمبر عام 2024. وقال السيد بريهوا رئيسوم رئيس وحدة الثقافة والرياضة في المديرية إن التدريب المقدم نظريا وتطبيقيا من شأنه أن يخلق دافعا قويا فيما يتعلق بتعزيز الأنشطة الثقافية. وذكر المدير العام لقسم الثقافة والريادة بالإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهانس المتدربين، ذكرهم بضرورة تنفيذ برامجهم بشكل متماسك نظرا لتمتع المديرية بكنز هائل من الإمكانات، موضحا بأن العمل جار على إنشاء نادي للسيرك إلى جانب نادي ألعاب القوى والدراجات الهوائية. ومن جانبه شكر مدير المديرية المقدم أبراهام هايلي على الفرصة التي أتيحت لهم لاستكشاف التراث الثقافي الغني في المنطقة، وحث المتدربين على تطوير المعرفة التي اكتسبوها من خلال العمل التطبيقي. وفي الختام قدم المتدربون رقصة تعكس تدريباتهم، كما قدمت مجموعة السيرك عرضا حول تدريبهم الذي اكتسبوه لمدة 2 شهرين في جمهورية الصين الشعبية. أعرب مدير إدارة ضاحية محلاف في مديرية قلب عن الارتياح للخدمات الاجتماعية المقدمة. وأوضح السيد آدم حاج محمد نور وجود 4 مدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تستقبل في العام الدراسي الحالي
2773 طالب منتزم، وفي برنامج عريوت بارتفاع 20% عن العام الدراسي السابق. وذكر بأن العيادة التي تقدم الخدمات لإدارتي ضاحيتي أيبابة ومحلاب خففت من المصاعب التي كانت أثناء الولادة خاصة، وساعدت غرف انتظار الحوامل المشيدة بالشعب لمتابعة الحوامل القادمات من القرى البعيدة لأوضاع الصحة عن قرب. وأشار إلى بناء خزان مياه و5 محطات توزيع المياه لحل مشكلة مياه الشرب الصالحة. ورغم ذلك فأنه يتطلب بناء السد لإيجاد الحل الدائم. من جانبه دعا المدير التنفيذي في إدارة الضاحية السيد ساميل يعبيو إلى حل النقص في الفصول الدراسية والأثاثات المدرسية، وضعا في الاعتبار ارتفاع عدد الطلاب والاهتمام بمشكلة سيارات الإسعاف والطريق غير الملائم من كرن إلى محلاب، والإسراع في إرساء خدمات المياه في قربة وكهرباء محلاب. تبعد محلاب مسافة 43 كيلومتر إلى الشرق من كرن. أفاد مكتب الزراعة في مديرية صنعاء أن الجهود تبذل لتوسيع نشر مواقد أدحنة الخالية من الدخان في المديرية، وذلك للحفاظ على صحة الأمهات والحد من استهلاك الحطب. وأوضحت مسؤولة التدريب المنزلي في المكتب السيدة فيدا صالح أن الكثير من الأسر تستخدم مواقد أدحنة إدراكا لأهميته. وقالت إن المواقد التقليدية تستهلك 3 أضعاف من مواقد أدحنته، لذلك له دور كبير في اقتصاد الأسرة. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد يوهانس زكرياس أن اعتماد الطاقة في البلاد على الحطب والفحم تسبب في قطع الأشجار، مناديا لتواصل الجهود لتوسيع نشر مواقد أدحنة التي انطلقت في بعض القرى. وشرحت مستخدمات مواقد أدحنة قليلة استهلاك الحطب والخالية من الدخان الفوائد التي حصلنا عليها من الموقد، مناشداتنا الجهات المعنية لتوفير أدوات صناعة الموقد التي تشهد النقص. تألق الرياضيون الإرثيون في ماراثون مومباي 2025 الذي يقيم يوم الأحد 19 من يناير. وقد حصل العداء برهاني تسفاي على المركز الأول بزمن قدره 2 و11 دقيقة و44 ثانية، فيما حصل العداء مرهاوي كستي على المركز الثاني بفارق زمن قدره 6 ثوان. واحتل 5 أثيوبيين وكيني 1 وهنديان المراكز من 3 إلى 10. وفي فئة السيدات فازت الكينية جويس تشيبكيموي بالمركز الأول مسجلة زمنا قدره 2 و24 دقيقة و56 ثانية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء الصيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود. وقال كومار سوكوام المتحدث باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة الطرق في ولاية نيجر لوكالة الصحافة الفرنسية، قال إن حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا. وأضاف سوكوام أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وأن جهود الإنقاذ مستمرة. وتعرضت الشاحنة المحملة ب60 ألف لتر من البنزين لحادث على طريق سريع رئيسي يصل بين مدينتين، وعلى إثر الحادث وانسكاب الوقود على الأرض تجمع عدد من النيجيريين حول الشاحنة قبل انفجارها. وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذا الحادث يعكس ضيق أحوال النيجيريين الذي لا يتوانى البعض منهم عن المخاطرة بحياتهم. كشفت القوى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن موقع لتخزين السفن تحت الأرض في المياه الجنوبية للبلاد وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي. وأظهرت اللقطات عشرات السفن الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ في أنفاق المنشأة تحت الأرض. وأوضح التلفزيون الرسمي أن هذه المنشآت حيث تخزن قطع بحرية هجومية وقطع قاذفة للصواريخ
تقع على عمق 500 متر في المياه الجنوبية لإيران، وذلك من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الموقع. وتفقد المنشأة قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد القوى البحرية في الحرس الثوري العميد علي الرضا وفق اللقطات التلفزيونية. وأكد التلفزيون الرسمي أن بعض هذه السفن قادر على ضرب سفن ومدمرات أمريكية. وصلت قوات سويدية إلى ميناء ريغا كجزء من انتشار قوات حلف الشمال الأطلسي في لاتفيا بعد أقل من عام من انضمام الدولة الإسكندنافية إلى التحالف العسكري والسياسي. ووصف وزير الدفاع اللاتفي أندريس سيريدوس الحدث بأنه يوم تاريخي، حيث حضر وصول الجنود وهم جزء من القوة المقرر أن ينضموا إلى اللواء. وانضمت السويد إلى حلف الشمال الأطلسي في مارس 2024، واقتربت ستوكهولم من حلف الشمال الأطلسي على مدى العقدين الماضيين، لكن عضوية التحالف كانت بمثابة قطيعة مع الماضي عندما تجنبت السويد لأكثر من 200 عام للتحالفات العسكرية واعتمدت موقفا محايدا في أوقات الحرب. أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن علي على مركزية رابطة الدول جنوب شرق آسيا آسيان قبل التحديات المحتملة، وذلك مع انطلاق رئاسة ماليزيا لرابطة الدول جنوب شرق آسيا في اجتماع وزراء الخارجية في لانكاوي. وتتولى البلاد دورها كرئيس دوري لرابطة الدول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء، حيث يتنافس التكتل مع تأكيد بكين في بحر الصين الجنوبي وعاملة السلام المتعثرة في رابطة الدول جنوب شرق آسيا في ميانمار. وقال مسؤول كبير إن ماليزيا ملتزمة بمعالجة القضايا الإقليمية، لكن التوقعات بشأن ميانمار وتقدم المحادثات بشأن مدونة قواعد السلوك بين رابطة الدول جنوب شرق آسيا والصين في بحر الصين الجنوبي يجب أن تكون مدروسة. مشاهدينا الكرام، ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد القرطاس المجيد بحفاوة كبيرة. مديرية ميمنة تشهد تخريج الشباب المتدربين على الرقص. الرياضيون الإرثيون يتألقون في ماراثون مومباي. مصر العشرات في انفجار صهريج وقود بنيجيريا. إيران تكشف عن قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض قادرة على ضرب أمريكا. وقوات سويدية تنتشر لأول مرة ضمن قوات الناتو. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله